لو انت واحد من الناس اللي معاها فلوس ومتابعه التعويم والتضخم وزياده الاسعار والحكاوي دي، ركز معايا في الفيديو عشان تستفاد. هفيدك. دي الدولار 100 دولار، ودي 100 جنيه مصري. ده شغال يزيد 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 ويدعك ده، وده شغال ينزل 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 وادعك دعك وصعبان عليه. ده بقى شغال يلعب في النص، شغال يلعب ومخربط الدنيا خالص، ولكن مهما قعد معاك قيمته ما تزيد ما بتنزل، قيمته تطلع ما تنزلش. يعني الذهب بتاع الفراعنه الزماني اللي الناس ما تلقاه في الارض دلوقتي، اللي هي الاثار، اغلب كتير من الذهب بتاع دلوقتي ويتباع بملايين الدولارات. فانت لو معاك فلوس ما ينفعش تخليها زي دي، عشان دي قيمته هتقل. لو معاك 100,000 ركنته السنه اللي جاي هتلاقي ال 100,000 بقت قيمتها زي ال 50، ما قداش مصلحه معاك ومالهاش لازمه. طب دي انت مش هتعرف تجيبه بسعر البنك ولا من غير البنك، فبلاش منه. يبقى استثمارك الاحسن فيها عشان التعويم والتضخم وفلوسك ما تضيع. ذهب اجيب منين؟ اروح فين؟ اعمل ايه؟ اجيب سبائك ليه؟ عشان ما تخسرش المصنعين. لما تجيب السبيك تدفع المصنعيه بتاعتها مثلا كمثال 60 جنيه، ولما تيجي تبيع هتخسر منها 25 او 30. ده مثلا، يعني دي مش اسعار رسميه، ده مثلا. يبقى انت خسرت في الجرام قد ايه؟ 20 جنيه، 25 30. ولكن لما تروح تجيب خواتم وحلقان وغوايش وحكاوي عشان تتمنظر ومرتك تلبس وامك تلبس واختك تلبس، ما ينفعش. انت عايز تستثمر فلوسك عشان قيمتها ما تقلش والذهب اللي معاك يرفع ما ينزل. يبقى تجيب سبيك عشان ما تخسرش المصنعيه كلي. انت لما تجيب حلقه وغويشي المصنعيه ب 180 ولا ب 200، اول ما تيجي تبيعي تخسرها كلي، وراح منقص لك 1% من الذهب كله عشان بقي قديم. خلاص ما انت هتبيع ذهب قديم. طب اشتري مننا عم ايليا، تعال اقول لك تشتري مني. يا حبيب قلبي محل سبائك في سوهاج، شارع الكاشف، في وش صيدليه الجلاء على طول. يعني جوا الشارع دي على طول كده قدام تلاقي الخلاط. عايز جنيهات ذهب هتلاقي، عايز 5 جنيه ذهب هتلاقي، عايز نص تلاقي، عايز ربع، عايز نص جرام، اللي عايزه تلقاه. هم بيشتروا الذهب القديم. يعني لو انت معاك الغوايش بتوع المرة عايز تبيعهم تشتري بيهم سبيك، يبيعهم بيعهم على طول، بدل ما هي طول ما هي لابسه الغوايش يبقوا من حقها هي. ولكن السبيكه استثمار من حقك انت. قوم بيع غوايشها دلوقتي بيع الغوايش بتوعها. بس فهتيجي انت تتفلحص تقول لها ايه اللي انت عامل اعلان يوت. يعني انا بفيدك وجايب لك المفيد والزتونه بتاعت الموضوع، عايزك تستثمر فلوسك. وانا عارفك انت كحيان ومعكش فلوس، بس هتيجي تكتب لي انت عامل اعلان. اعتبره اعلان يا اخي، ولنفترض انه هو اعلان او هو اعلان مثلا. يعني هي اللي اتضريت بنتي. انت لو معاك فلوس هتستفاد تروح تشتري، لو ما معاكش يبقى اسمعي نفسك. المكان ده اول مكان في سوهاج وفي الصعيد كله متخصص في بيع العملات الذهبيه والسبائك. السبائك عيار 24، والعملات الذهبيه نصاص والجنيهات والكلام ده كله عيار 21. واخدين توكيل من شركه جولد ايرا وتوكيل من شركه بي تي سي. بس اللي يروح هناك يقول لهم تبع ايليا واشتري. اشتري ما يهمكش، اشتري ما يهمك.